زي ما انت شايف عملنا تصميم مبهر جدا مع بعض، هياكل مع اي مطعم سواء كان ايه. انت ممكن تحط هنا فراخ مشوية، تحط اللي انت عايزه وتكتب اللي انت عايزه، وعندك كمية تصاميم كتير جدا. طيب معاكم احمد علاء، وفي الفيديو ده اكيد هنستعمل عمي وعم عيالي فريبك. حقيقي مش فاهم غير اللوجو القديم ليه. اول حاجة هنعملها ان احنا هنكتب مطعم ونقول له فري طبعا BSD، هيجيب لك كمية تصميمات ما تتخيلهاش. فاحنا هناخد لفة كده ونشوف تصميم يعجبنا، وبعد بحث عميق هنستقر على التصميم ده. معرفش بحث عميق ايه، هو تاني واحد اصلا. اول ما تحمله بيبقى كده، بتفك الضغط من عليه فبتحاول معاك لكده. بتفتح الملف بتكتشف ان انت اتضحك عليك اصلا وما خدش البرجر في الصورة، بس هو ده الطبيعي، التصميم مجانا، فبيقولك ايه اتصرف انت. طيب هنستعمل ايه بعد كده؟ هنستعمل عم عيالي التاني BNG وينج. هتكتب اللي انت عايزه ايا كان المطعم، هيجيلك حرفيا تشكيلة كبيرة جدا من غير فلوس من غير اي شيء. طيب استقرينا في الاخر على سندوتشين مش سندوتش واحد عشان الصراحة جعان. بعدها تفتح التصميم تاني، تنزل تحت شوية هتلاقي بيقولك المكان اللي انت هتحط فيه الصورة، تنزل دبل كليك زي ما بيقولك، هتلاقي هذا الفراغ العاطفي. دي هنا المفروض الصورة بتاعتك تبقى محطوطة، فبكل سهولة هتيجي على الصورة اللي انت حملتها، تمسكها كده وتدرج لحد الفوتوشوب وتسيبها، هتبقى معاك بالشكل ده. تدوس هنا، ممكن تلاقيها اصغر تكبرها شوية وتدوس فايل سيف. بوم طخ بوم. طبعا عارف ان باين كأنه طاير، فدي هنعدلها دلوقتي. هتدوس هنا بكل سهولة، تمسك البرجر تنزله تحت شوية. هتقول برضو شكلها مش واقعية وشكلها اهبل وده شكله طاير، هقولك حاضر. تنزل تحت شوية تلاقي الشادو اللي هو الظل، وتدوس هنا وتبتدي تتحكم في الشادو. بس عشان الشادو ما يتحركش معاك كله، دوس شيفت وانت بتعمل الخطوة دي، افضل دايس شيفت واطلع. هنلاقي ان هنا ظبط بس هنا لسه، فهنعوج دي سنة. عندك هنا الكلام بقى تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. بتيجي هنا بتختار الكلام اللي انت عايز تغيره. هيقولك الخط ده مش عندنا، نبدله بخط تاني، قوله بدله. قبل اي حاجة همسح الحاجات اللي مش محتاجة، يعني مثلا سوبر دي مش عايزها. احيانا ممكن يواجهك المشكلة دي في اللغة العربي، تعلم عليها كده. هتيجي على ويندو تختار كاركتر، هتظهر معاك هنا. تيجي على باراجراف وتدوس هنا وتخليها وورلد ريدي لاي اوت، بس كده. نكبر دي شوية، هنغير الخط متقلقوش. تختار الخط وتدوس وتغيره من هنا للخط اللي انت عايزه. مثلا الخط ده نصغرها سنة، وتيجي هنا وتصغر. دلوقتي عايز الغي العلامة دي، لا اما بتحدد الاوتو سيلكت وبتدوس عليها، او انك تدور عليها هنا. طبعا الاحسن تفتح الاوتو سيلكت وتدوس عليها بكل سهولة، تدوس ديليت. طب دلوقتي انا عايز اكبر دي هي والخط، اعمل ايه؟ اجي على الخط بتاعي وافضل دايس على كنترول وادوس على اللي انا عايز احركه مع الخط، بكل سهولة هيتحرك معايا. طب دلوقتي انت عايز تغير دول برضو بنفس الطريقة. احسن حاجة انك تدوس هنا وتفضل فاتح الاوتو سيلكت، وترجع تاني تختار تكست، طيب اكتشفت ان انا مش عاجبني اصلا الشكل ده، فهقول لكم على طريقة سهلة جدا نعمل بيها شكل سعر كويس. هنيجي على العلامة دي،
هنختار دايرة، تفضل دايس على شيفت وتسحب بالماوس. لو سبت شيفت هيعمل دايرة كده، لكن انا عايز دايرة شكلها منسق. اجي هنا عشان احدد اللون وادوس هنا واختار اللون ده، واجي احطه هنا مثلا، واشيل القديم ده برضو بالاوتو سيلكت نقدر نشيله. هحتاج دي وهحتاج دي، هنغير لونهم دلوقتي بس نلغي دول. كل ده من زرار ديليت يا جماعة. هغير لونها، حاسس ان دول عايزين يكبروا شوية. باجي هنا احدد عليهم زي ما قلتلكوا، تبقى دايس هنا وبعدين تقوم دايس كنترول. ده في حالة لو هما مش في جروب واحد زي كده، لكن دول هما في جروب واحد، فانت تقف على الجروب وبكل بساطة تكبروا تنزلوا حاجة بسيطة. طبعا الخلفية انت عندك امكانية انك تغير اللون زي ما انت عايز. انت بتنزل تحت بتلاقي الباك جراوند، غير يا باشا اللون اللي يعجبك. انت ممكن تغير من درجة الازرق لدرجة اي لون يعجبك، ممكن مثلا درجات الاحمر. تيجي هنا بقى تعك بقى وتهبد تعيش حياتك، او تيجي على الازرق ده الغامق ده تخليه مثلا لون احمر، وتخلي ده احمر برضو، هيطلع معاك بالشكل ده. حاسس بس اني محتاج اكبر البرجر شوية، وهكبر معاه بقية الحاجات. زي ما انت شايف عملنا تصميم مبهر جدا مع بعض، هياكل مع اي مطعم سواء كان ايه، وينفع حرفيا لاي مطعم. انت ممكن تحط هنا فراخ مشوية، تحط اللي انت عايزه وتكتب اللي انت عايزه، وعندك كمية تصاميم كتير جدا. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا. ولو في اي اقتراحات او اي حاجة مش فاهمينها في الفيديو قولوا لي في الكومنتات رأيكم، وقولوا لي عايزين اعمل ايه تاني. شكرا.